السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير دايما كده يا رب وفي احسن حال. النهارده بقى ان شاء الله هعمل معاكم طريقة تنظيف الممبار بطريقة سهلة خالص. ولو عندك اي كمية تعمليها في اقل وقت وباقل مجهود ان شاء الله. معايا بقى هنا الممبار اهون 1.5 كيلو من الممبار. زي ما انتم شايفين اهوت، لسه بقى ما نضفتهوش، بس انا الاول شطفته بشوية مية دافية كده وحطيته في مية. وده هعمل بيه بقى النهارده الممبار اهوت، هنضفه بالخلة اللي هي بتاعة الشيش طاووق دي، بتعمل معايا على طول وبتنجز وسهلة خالص في تنظيف الممبار. بصوا بقى، لو انتوا مش حابين اي دهون عليه من بره كده بتتشال، بس انا شلت الزيادة وسايبة بس حاجات بسيطة كده فيه عشان بتخلي طعم الممبار حلو كده. هنا بقى بجيب الخلة بتاعة الشيش طاووق دي، انا هي بس انا ما بحطهاش من بوزها اللي هو ناحية فوق، انا بحطها من تحت كده، من الناحية اللي هي ناحية تحت، بحيث اللي هي تسهل معايا في الدخول اهيت وما يشبكش مني ولا يتقطع مني. زي ما انتم شايفين كده بدخلها كده من تحت، يعني بتني حته كده من المنبار من تحت واروح حطها فيه واشد. اهو زي ما انتم شايفين كده بقى، اهو بعمل اي كميه بقى بدخلها فيه كده وبكل سهوله هون بيتقلب معايا هون زي ما انتم شايفين. اعمل كمان واحده اهي نشوفه من الناحيه اللي هي ناحيه تحت، يعني بتني بس المنبار من تحت كده حته صغيره وادخل واشد هون زي ما انتم شايفين كده. اهو اي كميه بقى بتتعمل معاكم هتلاقيها اتعملت منكم على طول اهي زي ما انتم شايفين. شوفوا قلبه سهل خالص ازاي. بعمل بقى هنا اي كميه ما بتاخدش معايا وقت خالص في القلبية. انا بردك مني بردك حاطاه في الطبق دوت منه صغير وكده، بس فانا مش واخده راحتي يعني قوي، فانا بعمله اسرع من كده كمان. اهو شايفين ما شاء الله بيتقلب معايا بكل سهوله، ما بيتعبنيش خالص عن الاول كنت بعمله بايدي كده كان بياخد معايا وقت وما كانش بياخد، يعني ما كانش بيخلص على طول، انما كده ما شاء الله يعني بقى بيتعمل معايا على طول، وحبيت الصراحه تنظيفه وبقى بينجز معايا عن الاول. اهو شايفين يا حبايب قلبي بقى، كل الطريقه دي بقى كل الكميه اللي معايا دي بعملها بالطريقه دي كده اهي، سهله خالص. هعمل بقى كل الكميه اللي معايا بقى هقلبها وهوريكم بقى هجرده بقى ازاي بقى بالسكين، هنضفه يعني ازاي من الحاجات اللي عليه دي. هنا بقى بعمله بالسكينه، يعني ما بياخدش بردك معايا حاجه خالص. اهو زي ما انتم شايفين كده، في الناس بتحطه في قمع وتشد واللي بيعمل على حرف حله، يعني اي حاجه، بس انا يعني بس بحب اعمل بالسكينه بردك ما بتاخدش معايا وقت على طول. بنزل اهو كل الحاجات اللي عليها هي ما شاء الله بتتشال معايا على طول اهوت وبنضف معايا بكل سهوله. دوت منبار جمس، يعني ما كانش بقرب بقى ارفع من كده كمان، بس ده اللي كان موجود بقى. اهو شايفين بقى السكينه اهي بتعملهولي على طول بكل سهوله زي ما انتم شايفينها، ما شاء الله بتعمل معايا وبتشيل اي حاجه من عليه. لو وصلتوا بقى معايا لحد هنا متنسوش بقى تصلوا على سيدنا النبي وتشتركوا في القناه وتفعلوها كده عشان يوصل لكم منه كل جديد. زي ما انتم شايفين بقى خليت اهوت الممبار معايا هي زي القشطه. هعمل بقى هون كل الكميه اللي معايا هنضفها كده واوريكم بقى انا بغسله ازاي. بصوا بقى هنا يا حبايب قلبي، انا بعد ما انا قلبت اهوت ونضفت الحاجات اللي عليه بالسكينه اهي ما شاء الله خدته زي القشطه، هاجي بقى هنا بقى في مرحله الغسيل هوريكم بقى بغسله بايه وبنضفه ازاي. هنا بقى معايا شويه دقيق، اهم حاجه اللي انت تغسليه كويس عشان ما يبقاش فيه اي ريحه زفاره، عشان ريحه الزفاره دي الصراحه يعني بتخلي ريحته مش حلوه وطعمه مش حلو. فانت عليكي بقى بالغسيل، اهم حاجه الغسيل. الدقيق دون بيضيع اي ريحه زفاره مع الليمون. اجيب بردك الخل اهون، كنت انا بردك نسيت اجيبه. زي ما انتم شايفين كده لازم ادعكه كويس قوي بالدقيق.
لو في اي حاجة فيه الدقيق بينضفها وما بيخليش ريحته وحشة ولا في اي حاجة. انا بقى كنت بجيب ازازة الخل، هنضيف له بردك شوية من الخل بردك، بيخلي ريحته حلوة ومبقاش فيه ريحة زفارة بردك. بس اهم حاجة الليمون، الليمون هو بيبقى اقوى كمان من الخل. هنا بقى بصوا هعمل ايه بقى، اجيب الممبار اهون هدخله في بوز الحنفية كده وهفتح عليه الحنفية، هغسله بقى غسلة حلوة زي ما انتوا شايفين كده. شايفين بقى ما شاء الله لو في اي حاجة المية اللي نازلة من الحنفية بتنضفه وخليته يهون معاكو زي القشطة. شايفين ما شاء الله عليه بقى زي القشطة معايا اهو. هجيب بقى السكينة واقطع بقى ايه الممبار كده عشان أنا ما كنتش مقطعاه. بتقطعوا بقى حسب ما انتوا عايزينه بقى، عايزينه كبير صغير زي ما انتوا عايزين. انا بعمله كده على طول بالطريقة دي. الصراحة بيبقى معايا زي القشطة، ما بيبقاش فيه اي ريحة زفارة ولا فيه ريحة اي حاجة خالص. اهو شايفين حطيته بردك في الحنفية هون، بتغسل لي اي حاجة فيه وبتنضفه. هقطع بردك اهون زي ما انتوا شايفين كده، عشان بقى لما اعينه في الفريزر يبقى معايا جاهز يعني على طول للطبيخ على طول. هنا بقى بعد ما خلصت بقى غسيل هغسله كمان مرة اهوت. انا قطعته وخلصت اهو زي ما انتوا شايفين. لازم نغسله كذا مرة كده بالمية لحد ما يبقى معايا المية بتاعته زي القشطة وما يبقاش فيه اي ريحة اي حاجة خالص. هقعد برضك اشطف فيه كذا شطفة كده اهو زي ما انتوا شايفين. لسه المية هي اتمرقتش يعني، بس هكبها اهيت واحط مية نضيفة تاني. انا هنا بقى خلاص كنت خليته بقى ما عادش في حاجة فيه خالص بقى ما شاء الله عليه، بقى ابيض معايا زي القشطة اهون. وخلاص بقى كده جاهز اهوت. انتي تعمليه في اي وقت. هنحطه بقى في مية نضيفة وهعصر بقى عليه ليمون وهنقعه شوية في قلب الحاجات دي. هنا بقى كنت خلصت بقى غسيل، هجيب بقى هنا بقى اهم حاجة الليمون اهون. بحب اغسل اي حاجة بالليمون، الليمون الصراحة حلو قوي قوي، ما بيخليش ريحة اي حاجة وحشة كده وبيخليها يعني حلوة قوي ونفسها حلو. هنا بقى بسيبه شوية كده في المية ام الليمون دي، وبعد كده بقى بشطفه تاني عشان لو انا هعمله بقى في الفريزر او لو انا هطبخه ويبقى معايا جاهز على طول. وبرضك لما اطلعه من الفريزر بردك بغسله نفس اللي انتوا شايفينه ده تاني، بعيد عليه تاني غسيل. شايفين بقى معايا هون جاهز اهون بقى، واسيبه بقى يتنعش شويه وبعد كده بقى ايه هوريهولكم. هنا بقى ما شاء الله قربت لكم بقى الكاميرا اهون بعد ما انا بقى ما خلصته بقى غسيل وشطيف. شايفين ما شاء الله عليه بقى زي القشطه اهون معايا، مفيش فيه اي حاجه خالص ولا فيه ريم ولا فيه اي حاجه خالص. جربوا بقى الطريقه دي في تنظيف الممبار، هتنضفوه بطريقه سهله وهيوفر عليكم وقت ومجهود جامد. وهنا بقى يكون بقى فيديو النهارده خلص معاكم، متنسونوش بقى في لايك وفي اشتراك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.